السلام عليكم متابعي حكايات ميادة. الفنان الراحل علاء ولي الدين التزم دينيا بشكل واضح خلال العام الأخير في حياته، وكان كثير الحديث عن الموت، حتى أنه أخبر شقيقه برغبته في اعتزال التمثيل وعدم تقديم أي أعمال فنية، والسفر للإقامة والعمل في المدينة المنورة. علاء ولي الدين في أيامه الأخيرة كان يشعر بدنو أجله، وصرح بذلك لأصدقائه المقربين، حيث أنه أخبر الفنان محمد هنيدي أثناء عرض مسرحية ألاباندا إنه يتوقع وفاته قريبا. وخلال أدائه لمناسك العمرة قام بشراء مجموعة من المسك والعنبر، وعند العودة لمصر سلمها لشقيقه وطلب منه أن يتم تغسيله بها في حال وفاته. وقبل رحيله ب3 أشهر اشترى لنفسه قبرا، وكان يذهب إليه كل يوم جمعة بصحبة أحد الشيوخ، وينزل القبر لتلاوة القرآن، الأمر الذي دهش حارس المقبرة، كما تعجبت والدته من تصرفه، إلا أنه أخبرها قائلا: ده البيت الأخير اللي كلنا رايحين له. وبعد 3 أشهر فقط، وفي صباح يوم 11 فبراير لعام 2003، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، استيقظت مصر على خبر وفاة النجم الكوميدي علاء ولي الدين عن عمر يناهز 40 عاما، بعد تعرضه لغيبوبة سكر وارتفاع شديد في ضغط الدم، وتم نقله إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، إلا إن المنية وافته قبل الوصول إليها. وكان الخبر صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، وشارك في تشييع جنازته وحضور العزاء عدد ضخم من النجوم. ولد علاء ولي الدين في 28/9/1963 بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وهو الشقيق الأوسط بين أخويه خالد ومعتز. ووالده هو الفنان سمير ولي الدين، الذي اشتهر بدور العسكري في مسرحية شاهد ما شافش حاجة مع الزعيم عادل إمام. نشأ علاء محبا للفن منذ طفولته، بحكم عمل والده، حيث كان يصطحبه إلى مواقع التصوير ويلتقي بالفنانين. حصل على بكالوريوس التجارة من شعبة محاسبة من جامعة عين شمس. توفي والده وهو عمره 15 عاما، وكان لرحيله أثر بالغ في حياته. وعندما سئل عنه في إحدى اللقاءات قال أن والده لم يترك لهم أموالا، لكنه ترك ثروة حقيقية، وهي حب الناس، وهو ما ساعده على النجاح. تقدم لاختبارات معهد الفنون المسرحية مرتين، لكنه لم يقبل، فاتجه إلى المخرج نور الدمرداش صديق والده، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس التلفزيون، فألحقه للعمل كمساعد مخرج ثالث، وظل يعمل في وظائف مساعدة داخل الوسط الفني عدة سنوات. وقد حصل على دور في مسرحية مطلوب للتجنيد، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للفنان علاء ولي الدين. و... إلى أن قدمه الزعيم عادل إمام لأول مرة في فيلم الإرهاب والكباب عام 92، الذي شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية، وفتح له أبواب النجومية. وشارك مع النجم محمد هنيدي في عدة أعمال سينمائية، منها حلق حوش وسمكة وأربع قروش
ومسرحية ألاباندا. وفي عام 2000 قدم فيلم الناظر، الذي شارك في تقديم عدد من النجوم مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، وحقق الفيلم نجاحا غير مسبوق، واستمر عرضه لأكثر من عام. وكشف علاء ولي الدين عن الاسم الأصلي للفيلم، كان اسمه الناظر صلاح الدين، إلا إن الرقابة رفضت الاسم لتشابهه مع القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي.